حرب أهلية طويلة ودموية خرج يوليوس قيصر منتصرا متمنيا عودة السلام أخيرا إلى روما، فخابت تمنياته. ما إن خرج من اجتماع لمجلس الشيوخ حتى تعرض للطعن المميت على أيدي 40 من زملائه الأعضاء في مجلس الشيوخ. ثم صرح القتلة بزعامة بروتوس وكاسيوس اللذين كانا يوما من أصدقاء القيصر، صرحوا أن هذه العملية كانت انتصارا للحرية على الطغيان. بعد ساعات من دفنه عمت الاضطرابات في المدينة التي يسكنها أكثر من 1,000,000 شخص. أصبحت روما في خطر وقوعها أسيرة الفوضى. انطلق مارك أنطوني صديق القيصر الحميم والذي يليه في القيادة لوقف أعمال الشغب، ثم حمل عباءته فوق رأس القيصر ودعا للانتقام. قتلة القيصر أجبروا على الهرب من روما. تسلم مارك أنطوني زمام الحكم بأكمله في روما. كان يتوقع أن تمنحه وصية القيصر السلطة والشهرة التي يحتاج إليها حتى يتمكن من الحكم، ولكن عند قراءة الوصية على مسامع مواطني روما لاحظ مارك أنطوني أن غالبية أملاك القيصر لم تترك له، بل إلى قريب له مغمور ولا يبلغ من العمر سوى 18 عاما، هو أوكتافيو. أصبح أوكتافيو الآن ابن القيصر بالتبني. طارت الأنباء إلى أبولونيا حيث كان أوكتافيو يتدرب مع القوات القيصرية. رغم أن الميراث كان مفاجأة فعلية له، إلا أن أوكتافيو الشاب تصرف بسرعة هائلة وحسم أمره للعودة إلى روما حتى يطالب بميراثه الخطر، فانطلق يبحر نحو إيطاليا، وبعد أسبوع من ذلك رست سفينته سرا في ميناء إلى الشرق من روما. لم يكن أنطوني منزعجا لوصول أوكتافيو، فقد كان يكبره ب20 عاما وهو عضو مجلس الشيوخ. كانت ملامح أنطوني توحي بالشهامة والنبل، كان عريضا طويل الأنف مما منح شكله شيئا من الرجولة. جاءت المواجهة الحتمية في حديقة بومباي حين وجد أوكتافيو نفسه يعامل بشيء من الرعاية من قبل أنطوني. كان أنطوني يميل للاستخفاف بأوكتافيو وبذل كل ما في وسعه لإهانته، فعامله على أنه مجرد طفل. بعد استيائه من هذه المعاملة لجأ أوكتافيو إلى مواطني روما الأكثر صلابة وطلب الدعم بسرعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا يعارضون أنطوني. وبتصرف مشحون بالمعاني السياسية غير اسمه ليصبح يوليوس قيصر أوكتافيو، حتى إنه أصدر قطعة نقدية تجمع بين رأسه ورأس يوليوس وكتب عليها القيصر وابن القيصر. أساء ذلك ضمنا لسيطرة أنطوني على روما، ولم يعد هناك من شك بأن الأخير قد استخف بهذا الشاب. على أمل استعادة زمام المبادرة قرر أنطوني الخروج مع فرقه المخلصة لمواجهة قتلة القيصر في شمال إيطاليا.
ولكنها كانت أوقات عصيبة لم يكن لأنطوني أن يغادر فيها روما. انتهز أوكتافيو فرصة وجود خلافات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ، وبدأ يحشد الدعم والموالاة حتى تمكن من إقناع ما يكفي من أعضاء المجلس بأن أطماع أنطوني السياسية تشكل خطرا على أمنهم. منحه مجلس الشيوخ السلطة باستخدام القوة ضد أنطوني، وهكذا استخدم أوكتافيو ثروات القيصر الطائلة واشترى لنفسه جيشا. عندما التقى المتنافسان على السلطة في شمال إيطاليا بدأت المعركة. إلا أن جيش أنطوني لم يكن يرغب في مقاتلة رفاقه في السلاح، فتحولت المعركة إلى هزيمة لحقت بأنطوني. ومع هذا كان أنطوني ما يزال يشكل قوة هائلة، ولاحظ الفريقان أنهما فقط بالعمل معا يمكن أن يحولا دون وقوع حرب أهلية أخرى. بين ليلة وضحاها ظهرت لوائح لمعارضيهما تزيد عن 400 سناتور و2000 مالك للأراضي على طول روما وعرضها. كل من ظهر اسمه على اللائحة كان محكوما بالموت، لم يكن هناك استئناف ولا محاكمات، وكانت جميع الممتلكات مصادرة. الذين حالفهم الحظ ورأوا اللائحة قبل وصول الوحدات إليهم سارعوا إلى بيوتهم للانتحار، هكذا فقط يستطيعون الاحتفاظ بممتلكاتهم لأولادهم. وساد السلام في روما بعد أن قتل أعداؤها. بعد أن أصبح قتلة القيصر يمثلون التهديد الوحيد لقوة الدكتاتور الجديد، خرج أنطوني وأوكتافيو من المدينة على رأس جيش بلغ عدده مئات الآلاف من الجنود، مصرين على النيل من بروتوس وكاسيوس، فعثروا عليهما في كروم الزيتون شمال اليونان في خراج بلدة فيليب الصغيرة. كانت معركة حسمت نهايتها عندما حشد أنطوني قواته وسحق آخر مؤيدي الجمهورية القديمة. بعد ذلك اتفق أوكتافيو وأنطوني على تقسيم الجمهورية إلى جزئين، يجعل أنطوني من أثينا عاصمة له فيسيطر على المحافظات الشرقية، في حين يسيطر أوكتافيو على المحافظات الغربية ومدينة روما. مع وصول أوكتافيو إلى روما أمل أبناؤها بأن يعم السلام أخيرا بعد أن تنسى المدينة عملية قتل القيصر. إلا أن العاصفة التي هبت بين أوكتافيو وأنطوني منذ قراءة وصية يوليوس قيصر كانت على وشك الانفجار. وقد جاءت الشرارة الأولى من حضارة مصر القديمة وملكتها اللامعة كليوباترا التي كانت يوما خليلة يوليوس قيصر. أما اليوم فقد أصبحت حاكمة ناجحة بأمر من نفسها. لم يكن جمالها فقط غير قابل للمقارنة، إلا أن جاذبيتها لم تكن تحتمل. كانت من سلالة يونانية غزت مصر، فكانت نيران جدها ألكسندر تشتعل في شرايينها. تحولت مصر إلى مفتاح لبقاء روما على قيد الحياة، فقد كان نهر النيل يطعم محافظات روما الشاسعة.
تمكن المصريون قبل قرون من تطوير سبل الري مما جعل منها مصدر الغذاء في العالم. طالما بقي قادة مصر تحت سلطة الرومان كانت روما تشعر بالأمان. أما اليوم فقد جلس الأمير الصغير قيصريون ابن كليوباترا من يوليوس قيصر، جلس إلى جانبها على عرش مصر. من خلال قيصريون كانت تطالب بلقب وسلطة القيصر. طالما بقيت كليوباترا على قيد الحياة كان هناك تهديد جدي لسلطات أنطوني وأوكتافيو في أثينا وروما على التوالي. وجد أنطوني الفرصة سانحة لاستخدام كليوباترا في مصلحته، فالتقيا في مركب، وكاد هذا اللقاء يغير تاريخ عالم الرومان. كليوباترا وجدت نفسها تنشئ سلالة إغريقية رومانية جديدة تعيد فيها بناء إمبراطورية ألكسندر والفراعنة القدماء. وادعى أنطوني بأن مصر كانت بلادا للشعوذة والسحر الأسود، حيث يقدم البشر قربانا وتتم أفعال يعجز اللسان عن شرحها. أوقف مباريات في ملاعب حاشدة ليكيل التهم لأنداده. واستخدم أهم الشعراء المعاصرين لتكوين صورة عن أنطوني وكأنه هركليس المهزوم والمحارب الذي أركعه السحر على ركبتيه وحرمه من إنسانيته بحسب الأسطورة. أوكتافيو كان يقود أنجح حملة سياسية وإعلامية في التاريخ. بعد أسابيع كانت حشود الناس تدعوه لإعلان الحرب على مصر. أجبر مؤيدي أنطوني في مجلس الشيوخ على الرحيل رغم أنهم كانوا يشكلون نصف المقاعد. على رغم النجاح الباهر الذي حققته الحملة الإعلامية ما كان أوكتافيو ليخاطر بحرب على الأراضي الإيطالية، فأراد أن يقاتل أنطوني في منطقة يختارها بنفسه، ولكنه كان بحاجة إلى أسطول يتناسب مع أسطول أنطوني وكليوباترا. سنوات الحرب الأهلية وهجمات القراصنة حرمت روما من بحريتها الفعالة. لتخطي ذلك استخدم أوكتافيو بحيرة بركانية محمية خارج نابولي. بما أنها منطقة آمنة من الهجمات بدأ فيها بإنشاء أسطوله، وما إن انتهى من بناء السفن وتدريب طواقمها حتى ينزلها عبر قناة تفصله عن البحر بنصف ميل. في هذه الأثناء كان آلاف الرجال في الإسكندرية وأثينا ينكبون على العمل الجاد. كان أنطوني وكليوباترا يجهزان لبناء أساطيلهما الخاصة. وكانت مصر في ذلك الحين تعرف بأنها صاحبة واحدة من أهم حضارات بناء السفن في ذلك الحين، وتوافق ذلك مع القوة الرومانية لأنطوني التي بلغت 90,000 رجل، مما جعلهما يثقان بالنصر الأكيد. حصل هذا قبل عامين من المواجهة النهائية بين الطرفين في شهر مجاعة البحر. كان أنطوني قد ثبت قاعدة له في بلدة صغيرة تعرف بأكتيوم. مخبرو أوكتافيا أبلغوه بالأمر فجعل قواته ترسو في أعالي الشواطئ، محققا بذلك أول هدف له، فقد حاصر أنطوني. خبرتهما في الحرب جعلت كل منهما يبحث عن نقاط الضعف الواضحة في الطرف الآخر. تحطم التوتر بينهما حين تعرض أسطول أنطوني لكمين نصب له وهو محمل بالمؤن والمعدات لأكتيوم، فأغرق العديد من سفنه.
بعد تلك الكارثة بدأت وحدات أنطوني تشهد حالات من الفرار الجماعية، ومع غروب الشمس من عام 31 قبل الميلاد جلس أنطوني يتأمل اشتعال النيران في سفنه التي أجبر على حرقها لأنه كان يفتقد الرجال للإبحار فيها. في مخيمهما كان على أنطوني وكليوباترا اتخاذ قرار حاسم. بعد وقوع قوتهما وأسطولهما في حصار أوكتافيو لم يبقى أمامهما سوى خيار واحد من بين اثنين: إما أن يهاجما أوكتافيو برا بأن يراهنا على خبرة أنطوني العسكرية، وإما أن يحاولا اختراق الحصار البحري وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الرجال والعتاد. كان رجال أنطوني يصرون على القتال برا، حيث لا بد لتفوقهم وصلابتهم أن يضمنا لهم النصر. ولكن كليوباترا اعتقدت أن أملهم الوحيد يعتمد على البحر، فتم اتخاذ القرار الأخير في خيمتها. في صباح اليوم التالي أمر أنطوني 230 سفينة بقيت لديه بالتحضير لخوض المعركة. تفوقها في العدد إذ كانت كبيرة جعل أنطوني يأمل بفتح ثغرة في أسطول أوكتافيو. ولكن أوكتافيو أثبت أنه يتمتع بكفاءة تكتيكية عالية، فقد حاصر سفن أنطوني قبل فترة طويلة. في هذه المعركة البحرية الكبرى من عهود روما شاركت أكثر من 700 سفينة في معارك فردية وجماعية فوق منطقة تبلغ 10 أميال مربعة. وسرعان ما تمكن السفن أوكتافيو الصغيرة والسريعة من توجيه الضربات الحاسمة، موقعة خسائر جسيمة في سفن أنطوني الضخمة. عندما تغيرت الرياح فجأة رأت كليوباترا الفرصة سانحة فهربت مع أسطولها، ثم هرب أنطوني شمالا وانضم إليها تاركا رجاله يقاتلون وحدهم. تحول أسطول أنطوني إلى فريسة سهلة بين سفن أوكتافيو، ومع تقدم النهار بدأ عدد الخسائر يتزايد، ومع الغروب امتلأ البحر بالجثث والسفن الغارقة. قوات أنطوني الراسية على الشواطئ كانت تشاهد ما يحدث دون أن تصدق ما تراه. بعد أسبوع من ذلك استسلم الجميع. صورة الجنرال الروماني الهارب من ساحة المعركة بصحبة خليلته منحت أوكتافيو التفوق النفسي. وبالنسبة إلى أنطوني وكليوباترا كانت تلك هزيمة نكراء عودت بأحلامهما إلى الأبد. بعد عام من ذلك دخل أوكتافيو منتصرا إلى الإسكندرية عاصمة كليوباترا. فضل مارك أنطوني الانتحار على مواجهة غريمه القديم. كليوباترا التي كانت سجينة في قصرها جاءت أمام أوكتافيو وعرضت عليه تحالفا، وعندما رفض ذلك رجته أن يبقى ابنها من يوليوس قيصر على قيد الحياة، ولكن رجاءها كان متأخرا، فقد كان ابنها قد قتل. عندها فضلت الانتحار لعلمها بأن أوكتافيو سيسير بها عبر شوارع روما كغنيمة حرب. بعد ذلك أعلن أوكتافيو رسميا أن مصر مملكة التماسيح أصبحت جزءا من الإمبراطورية الرومانية الجديدة.
هذا النصر مكن أوكتافيو من إحكام سيطرته على روما، وقد أثبت وعيه السياسي مرة أخرى. كان يعرف أن سلفه يوليوس قيصر قد تعرض للقتل لأنه تفاخر بسلطاته، وهكذا أبقى على مكانة الجمهورية الرومانية في مكانها. كان يبدو وكأن مجلس شيوخ يقود الإمبراطورية، بينما أطلق على نفسه لقب المواطن الأول، مع أنه كان يمسك بالسلطة المطلقة. كانت معركة أكتيوم واحدة من أهم المنعطفات التاريخية بالنسبة إلى روما، التي شهدت بعد ذلك عصرها الذهبي. سلطة أوكتافيو أثبتت أنها الصخرة الصلبة التي ستشيد عليها صروح الإمبراطورية، تلك الإمبراطورية التي ستوحد أوروبا على مدار 400 عام التالية. وقد تميزت هذه السلطة بعظمة بنيانها وبما عرف بالسلام تحت الحكم الروماني. بعد 4 أعوام من معركة أكتيوم، صوت مجلس الشيوخ على لقب جديد لأوكتافيو هو أغسطس قيصر. عاش بعد ذلك 40 عاما حول روما فيها إلى أهم مدينة في العالم، وما زالت روما تحمل الشواهد عن إنجازاته الرائعة. بعد الفوضى التي عمت إثر اغتيال يوليوس قيصر، وجد 2 من الرجال الأقوياء أنفسهما يتصارعان فيما بينهما على الحكم في روما: مارك أنطونيو السيناتور من جهة، والشاب الطموح أوكتافيو من جهة ثانية. بعد 13 عاما حان وقت مواجهتهما الأخيرة في معركة أكتيوم، التي سجلت واحدة من أهم المنعطفات التاريخية. الاتفاق على خروج المسلمين